السلام عليكم، معاكم فطوم. النهارده هنعمل السمك المشوي في البيت بطريقه سهله وتحفه، مش هتشتريه تاني من بره ابدا لو جربتي الطريقه دي. وكمان صينيه سردين وسردين مقلي. لو بتحبي السي فود زيي تابعي الفيديو للاخر، ان شاء الله هيعجبك. اول حاجه الخلطه اللي هنعملها ونحشي بيها بطن السمك المشوي وكمان نحطها في صينيه السردين هي عباره عن بصله متقطعه، فلفل حامي متقطع، فلفل رومي، جزر مبشور، ملح، كزبرة ناشفة وكمون ومعلقة توم صغيرة وشوية شطة وليمونة. أول حاجة هبدأ بنص ليمونة وهبدأ أنزل عليها بالبصل والفلفل الحامي والثوم. ده أول حاجة أنا بنزله في الخليط وبهرسه كويس قوي، أو يعني بقلبه كويس جدا علشان هو ده اللي هيديني الطعم والنكهة الحلوة قوي المميزة في الخلطة دي. وبعدين هبدأ أنزل بالتوابل والفلفل الرومي والجزر آخر حاجة. هبدأ أقلبه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى انزل كمان النص ليمونة الباقية. احنا كده حطينا هنا على الخليط ده ليمونة كاملة. وبعدين هقلب زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هنعمل الدقة اللي بتتحط على وش السمك المشوي لما بيخلص وبيطلع من الفرن. هو عبارة عن ليمونة كبيرة ومعاها معلقة توم كبيرة مفروم ومعاها معلقة ملح وشوية خل وكمان زيت زيتون. وهقلبه كويس جدا جدا، وممكن احط هنا كمان شوية كمون، بس انا بستكفى بس بالملح كده بيبقى طعمه حلو جدا والثوم. وحطيت كمان نص كوباية من المية. دي كده الخلطة ودي الدقة بتاعت السمك المشوي. هجيب عندي بقى هنا سمك بلطي عادي جدا، انا بوريكم ان هو مش متنضف من بره ولا اي حاجة، بس بطنه اللي متنضفه. ممكن تعمليه عند السماك وتقولي بس نضف لي بطنه تنظيف شوي علشان خاطر يخليك القشر بتاع السمكة من بره. هبدأ ان انا احشي بطن السمك. وكمان على فكرة انا كتير جدا برضو بجيب السمك البلطي ومش بفتح بطنه، وخصوصا بيبقى في الشتاء لان بطنه بتبقى نظيفة، وكمان بيبقى فيها بطارخ بتبقى طعمها حلو جدا. الطريقة دي تنفع مع اي سمك مشوي في البيت وبيطلع تحفة. بعد كده هجيب عندي الردة وهبدأ ان انا بس املحها شوية ملح صغيرين جدا. زي ما انتوا شايفين كده غطي كل جسم السمكة بالردة بالظبط كده. وحاولي بس وانتي بتقلبيها ما تقلبيهاش من عند البطن لان الحشوة ممكن تقع، يعني خلي البطن دايما وانتي بتقلبي تبقى لفوق. وفي صينية على الفرن بقى هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية جدا، وبعدين بدخله تحت الشواية وبقفل الفرن عادي. هنا بقى عندي سردين مغسول ومفتوح بطنه وكل حاجة. هبدأ اجيب الخلطة اللي احنا حطيناها في بطن السمك، بس هنزود عليها شوية اضافات. هحط عليها ليمون تاني، دي بقى يعني ليمونة صغيرة، وكمان هحط عليها شوية من الثوم مش كتير، يعني حبة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وهملحه شوية زيادة. وهبدأ اقلب الخليط ده كله مع بعضه. وهجيب بقى اي صينية بتخش الفرن وهبدأ احط فيها الخليط ده تحت السمك بتاعي اللي هو السردين، او على فكرة اي سمك انتي بتحبيه ممكن تعمليه صينية. وهبدأ ان انا ارص السردين بالشكل ده، وكمان هحط بقية الخليط ده على السمك من فوق. الخليط ده يا جماعة مخلي السمك السردين طعمه حلو قوي قوي قوي، وبجد مخلي السمكة عموما طعمها حلو. وهبدأ بقى احط على الوش كده بس الطماطم المشوية دي بتكون طعمها حلو قوي مع السمك، وشرايح من الليمون وفلفل، يعني اللي تحبي تحطيه حطيه طبعا على الوش. وكمان هحط عليه رشة زيت زيتون. الصينية دي بقى ممكن تحطيها على النار عادي وتغطيها لمدة ربع ساعة وتدخليها بس الفرن تاخد وش بس تحت الشواية،
ممكن تحطيها في الفرن من الاول خالص وبرضو تغطي عليها، وهتاخد معاكي برضو من ربع ساعة لربع ساعة و5 دقايق بالكتير قوي يعني في الفرن. هنا بقى هبدأ اجي اعمل الرز بتاعنا، رز ابيض عادي. حطيت معلقة سمنة وفي فصين حبهان، تقدري طبعا تستغني عنه. وهقلب الرز كويس جدا جدا مع السمنة، علشان انا عايزة كل حباية رز تبقى اتقلبت في السمنة بتاعتي. وهبدأ انزل بالملح. رز ابيض عادي مفيهوش اي حاجة خالص، وده أليق حاجة بيكون مع السمك المشوي. وبعدين هنزل بالمية سخنة تغطي بس الرز، وبس كده السمك المشوي بقى في الفرن والرز الابيض كده وهوت على النار. طلعت السمك المشوي بتاعي، هبدأ ان انا اقلبه الناحية التانية. شوف هو خد وش كده تحت الشواية، بس الفرن مقفول يا جماعة، الفرن مقفول، الشواية بس المفتوحة. هبدأ اقلبه على الوش التاني وهدخله تاني. كل وش بقى من ده اخد قد ايه في الفرن تحت الشواية؟ اخد ربع ساعة بالظبط. كده هو السمك استوى وخلص خلاص. هبدأ بقى ان انا احط عليه الدقة بتاعتي، وانا قطعت هنا عليها شوية فلفل حامي، طبعا تقدري تحطي شوية شطة مفيش اي مشكلة. احط بقى عليه الدقة دي واسيبها شوية بس، وبعدين هقدمها. وادي صينية السمك كمان كانت خلصت معانا. السمك من الحاجات اللي متاخدش وقت ابدا، فهو سهل جدا. هوريكم بس هنا ازاي هو مستوي واللحمة مستوي بتاعه. بصوا بقى اللحم بتاعه مستوي ازاي، تحفة جدا. ولو السمك بتاعك اصغر من كده هياخد اقل طبعا من ربع ساعة، ممكن ياخد معاكي من 7 دقايق ل10 دقايق بالكتير قوي وتقلبيه. وادي الرز الابيض بتاعنا، احسن حاجة مع السمك المشوي. وبعدين هوريكم هنا بقى صينية السردين بتاعتي، تحفة. وكمان عملت من السردين مقلي. لو ما شفتيش الفيديو بتاع السمك المقلي روحي شوفيه بسرعة، هو بنفس الطريقة بس المرة دي عملنا سردين. بصراحة سواء السردين صينية او مقلي انا بحبه جدا، هو طعمه حلو قوي. وهوريكم كمان السردين المقلي عامل ازاي من جوه، تحفة ومستوي جدا ومقرمش. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بسيط وسهل، يا رب يكون عجبك. لو الفيديو عجبك ولو انتي اول مرة تشوفيني، ما تنسيش تضغطي على زرار الاشتراك وتعملي لي لايك وشير، وكمان تضغطي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. والف هنا وبس.